اجمل حاجه في الدنيا ان الانسان يحب، واللي اجمل منه انه يحب ويتحب، بتبقى الجنه. انا شفت ستات عدد شعر راسي ان ما فيش ولا واحده فيهم بصراحه كانت تستاهل انها تحرك ده، لحد ما التقيتها عيني فورا اصطادتها، بونبونايه ملبسايه بسكوتايه حلوه من كل الزوايا. في مشهد فني مسرحي كانت بداية الاعتراف في عفوية لما خرج الأستاذ فؤاد المهندس لأول مرة على النص وهو بيوشوش شويكار وبيقول لها بين قفل قال لي تتجوزيني يا شوشو، قلت له ايوه. ومن على خشبة المسرح بدأت قصة شويكار وفؤاد المهندس. كانوا في نفس الوقت ده بيصوروا فيلم هارب من الزواج. آخر مشهد في الفيلم كانت شويكار لابسة فستان فرح وكان فؤاد المهندس لابس بدلة. استغلوا الاتنين المشهد ده وراحوا على طول على المأذون بعد التصوير وكتبوا الكتاب. كان فؤاد المهندس زوج مش تقليدي خالص، نقدر نقول ان كان زوج مثالي. على طول كان بيهتم بشويكار في اي وقت في اي مكان. حتى لما كانوا بيتصوروا هنلاقي طول الوقت فؤاد المهندس ما بيبصش للكاميرا، كان دايما عينه على شويكار، وده بيورينا قد ايه هو كان بيحبها وازاي كمان شويكار كانت قادرة على احتوائه. مع كل الحب كان فؤاد المهندس داعم كمان ليها جدا، كان بيختار اعمالها قبل ما يختار لنفسه. ساعتها كمان ان يتكتب اسمها ضمن اهم فنانات السينما المصريه. كانت البدايه لما رشحها لبطوله مسرحيه سيده الجميله، كان دورها اكبر من دوره، كان كل المحيطين بيهم رفضوا ده وقالوا له دي لسه فنانه صغيره، ازاي تخلي دورها اكبر منك؟ لكن الحب انتصر وعملت الدور وما سمعش الكلام اي حد. كمان خلاها من النجمات القليلين في الوقت ده اللي اهتموا بالمسرح ونجحت فيه جدا. يعني كزوجة كنت بختار لها هي الحاجة قبل أنا ما اختار لنفسي. فكان مهم قوي إن أنا أراعيها في كل حاجة في الشغل، يعني خصوصا في الشغل. يعني لا، شويكار أصلها كمان ست ذكية قوي ومجيدة قوي 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 في الشغل، والحاجة اللي مش فاهماها تستفهم عنها. ويعني يعني هي ست الستات. لا تصوريش انا بحب فؤاد قد ايه، انا عارفه وهو بيحبني قد ايه. لا طبعا اللي بينا في الشغل بقولك بنبقى لا. استمر جواز شويكار وفؤاد المهندس حوالي 20 سنة، وكانوا أشهر وأجمل دويتو غنائي استعراضي مسرحي سينمائي وكمان إذاعي. بعد 20 سنة فاجئونا بخبر انفصالهم اللي حصل في هدوء وبدون أي مشاكل. ما تكلموش خالص عن أسباب الطلاق حتى مع أولادهم، وفضل كل واحد فيهم بيتكلم عن التاني بكل حب واحترام ورقي. حاول ولادهم يتدخلوا لكنهم رفضوا العودة ورفضوا الكلام عن أسباب الخلاف، ولكنهم وربوا باب المحبة وفضلت العلاقة قوية بعد الطلاق. وكانت من وقت للتاني شويكار تطبخ الأكل اللي بيحبه، وكانت حريصة إنها تزوره حتى في أواخر أيام. يعني وصلنا لحدود خلاص ربنا قال ستوب. سبحان الله. فعملنا ستوب. انا خرجت بقى من عند بيت شويكار. كانت هي واخده بيت في المهندسين. ايوه. خرجت بشنطه هدومي وسايب البيت الى لا رجعه. يعني كان لازم كده. فؤاد المهندس وشويكار نموذج للرقي والأخلاق والحب وكمان الإبداع. استنونا في حكاية جديدة.